يا اختي اكيد هي اللي استفزته. لا هي اللي غلطانه. اكيد لبسها السبب. في ستات كده ما بتجيش غير لما يتسك على دماغها. ايه ده هو في ايه؟ هي الناس بتتكلم على ايه؟ مش عارفه، عماله اسمع ناس عمالين بيتكلموا عن واحده اتحرش بيها واحد في المواصلات، وطبعا ما سابتهوش وصورته وسجنته. طب وانت ايه رايك في الموضوع ده؟ الناس كلهم عمالين يقولوا ان مش ان يعني الناس الرجاله بالذات عمالين يقولوا ان هي اللي استفزته. هي اللي استفزته. طيب وبيقولوا ايه كمان؟ بصي انا كنت ناويه اكبر دماغي في الموضوع ده، بس كمان سمعت عن فاكره العروسه الاسماعيليه اللي ضربها جوزها يوم الفرح؟ بتشتكي منه دلوقتي وعايزه تطلق عشان بيضربها ويعذبها. دي اقل حاجه المفروض تعملها اصلا، وكانت المفروض تعملها من الاول كمان. بصي هو برضو الرجاله عمالين يقولوا ان هي اللي بتستفزه وانها تستاهل الضرب. بصي خلينا نقول ان دايما الرجاله بيحبوا يطلعوا نفسهم هم الضحايا، ودايما بييجوا على الطرف الاخر. كبري دماغك. هو انا الحقيقه كنت عايزه اكبر، بس الحقيقه برضو انا سمعت ان في واحده برضو اتعرضت للاهانه والسب في الشارع، وكان ممكن كمان يضربها علشان مجرد ان هم اختلفوا في الطابور وهم واقفين. فبرضو الموضوع اتعرضت لمشكله كبيره مع راجل في نفس الحكايه. طب وايه الحل؟ عملت ايه في الاخر؟ بصي هي في الاخر طبعا الناس فضوا الموضوع وخلصوه، بس الحقيقة يعني أنا عايزة أقولك إن الرجالة برضو والناس برضو قالوا إن هي السبب وهي اللي استفزته بكلامه، فعشان كده هو تطاول عليها برضو. طب أنت إيه رأيك بقى في الموضوع ده؟ بصراحة يا صبحية أنا خلاص قربت أصدقهم، يعني مش معقول إن كل الناس دي غلط وأنا الوحيدة اللي صح. كل الناس عماله تقول ان الست هي اللي بتستفز الراجل، هي اللي بتطول عليه، هي اللي بتخليه. بس احنا هنا لازم نقف ونعمل وقفه، ومش هينفع ان احنا ندفن راسنا في الرمال زي ما بيقولوا علشان خاطر الرجاله ومش الرجاله ونسمع كلام شائع حتى لو الكلام ده منتشر. يا جماعه خليكم عارفين السوشيال ميديا كتير جدا بتيجي على الضحيه مش بتيجي مع الضحيه، ودي حاجة مهمة جدا ان احنا نعرفها. مش اي كلام يتقال نروح وراه وخلاص، ده مش مبرر. عندك حق يا صبحية، كمان مش مبرر ابدا لاي حد متحرش ان احنا نلاقي له اي مبرر. الغرض من ان نشر اي حادثة تحرش ان الناس تاخده عظة وعبرة، مش اي حد يروح كاتب اي كومنت ان هي السبب او لبسها السبب يبقى كل الناس تمشي وراه. لان كده احنا بنبرر للمتحرش وبنبرر للقاتل وبنبرر للعنف انه ينتشر. أكيد. وده مش أحسن حاجة. أكيد في ثوابت يا جماعة في حياتنا ما ينفعش إنها تتغير، ثوابت في أخلاقنا وثوابت في ديننا، ما ينفعش يبقى لنا آراء فيها كده الدنيا هتبقى بايظة على الآخر. لازم نعرف إحنا الحرية ليها حدود. لو بقينا حرين في رأينا عكس الثوابت، أنا بس مش بضر الضحية، أنا بضر كمان الشباب اللي طالع والجيل اللي طالع، بعلمه إن العنف ده حاجة مبررة والتحرش كمان ليه مبرره. انت عارفة مبدأ أنت حر ما لم تضر؟ طبعا. هو الناس فاكرين ان هم كده ماشيين بالمبدأ ده، لكن الحقيقة ان انت لا حر في الموضوع ده وكمان بتضر ناس كتير. يعني في مننا كمان بنات كتيرة ممكن تتعرض لموقف بس لمجرد ان هي خايفة من الفضيحة او ان هو تنشر على السوشيال ميديا فالناس كلها تكون ضدها، تكتم الموضوع وحقها يضيع، وده مش احسن حاجه برضه. هو موضوع التحرش ده اصلا يا صبحيه المفروض ما فيهوش جدال، ما ينفعش نقول راينا فيه، دي حاجه منتهيه ومرفوضه، ما فيهاش اي اراء ولا اي فتي من اي حد. علشان كده يا جماعه ساعدوا المظلوم، ساعدوا دايما الضحيه، وما تجوش دايما مع اي راي يتقال وخلاص. يعني نفكر كده وبعقلنا، ومش كل حاجه نحط لها مبرر عشان لبسها وعلشان خاطر شكلها كان عامل ازاي. ما ينفعش. ويا ريت يا ريت يا ريت نسيب الجهات المعنيه هي اللي تاخد الخطوات دي وتتصرف. ولو احنا راينا يا اما هيكون في الخير يا اما خليك في حالك.